رسالة إلى جمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الزمالك. لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايلك. رسالة للجمهورين والحالة اللي ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحالة التحفيل من هنا ومن هنا. مش عايزين تحفيل لا من ده ولا من ده، لأن في الآخر احنا الاتنين في الهوا سوا. أنا بفرح جدا جدا لما النادي الأهلي بيفوز، وبحفل على أي فريق، لأن النادي الأهلي هو العشق والكيان والحب. وبحزن جدا جدا في أي خسارة أو تعادل للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي عودنا على الفوز والانتصارات فقط. نفس القصة الزمالك، لما الزمالك بيفوز على أي فريق بيحفلوا وبيفرحوا، ولما بيخسروا بيحزنوا جدا جدا. في الآخر احنا بنحب فرقنا، إذا كان جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك، ودون أي مقابل. ولكن في الفترة الأخيرة لما شفنا التحفيل من جماهير النادي الأهلي على جماهير النادي الزمالك، ولما شفنا التحفيل من جماهير النادي الزمالك على جماهير النادي الأهلي، والحالة اللي دايرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فده شيء محزن جدا. لو حضراتكم فكرتم بالعقل شوية وشفتوا مستوى الفريقين، هتقولوا فعلا لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايلك. ليه؟ لما تيجي تبص الفريق زي النادي الأهلي على البطولات اللي واخدها وكمية الدعاية والتسويق والإعلانات والحب والجمهور وكل ده، وتيجي تبص لمستوى الفريق في أفريقيا، محزن جدا جدا جدا. نفس الأمر للزمالك، عنده مجموعة لعيبة ممتازة جدا وناشئين، وفي مشاكل كبيرة جدا في النادي ورئيس النادي والإعلاميين ولكن تبص لمستوى الفريق، محزن جدا 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 لجمهور نادي الزمالك. يعني لما حضرتك تيجي تتكلم عموما على المنتخب المصري، فأقول لحضرتك مين مهاجم منتخب مصر الأساسي؟ اللهم إلا مصطفى محمد المحترف. طب مين الباك يمين الأساسي لمنتخب مصر؟ أكرم توفيق، ده صناعة باك يمين مش باك يمين. طب مين باك شمال منتخب مصر؟ أحمد فتوح. محمد عبد الشافي ده من الجيل اللي انتهى. طب مين السيرد باك الصح اللي عندك لمنتخب مصر؟ هتلاقي لا أهلي ولا زمالك، اللهم إلا قليل جدا، وهم دول اللي قدامنا بس. لكن لما تيجي ترجع لورا شوية وتشوف جيل أبو تريكة ومتعب وعمرو زكي وشيكابالا والناس وميدو وطارق حاق وحسني عبد ربه ومحمد شوقي وائل جمعة وبشير التبعي ومدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد والناس دي وحسام الحضري ونادر السيد، أجيال ورا بعضها هتلاقي أهلي وزمالك وإسماعيلي، ولكن كان الأكثر من الأهلي ومن الزمالك، ومعروف فريقين يخوفوا لعيبة بجد. لكن دلوقتي فين؟ فده يدل عن ان احنا خلاص الكرة المصرية رايحة لمكان لا عودة. لما تبص لكل الدوريات التانية هتلاقي فيه مستوى متميز جدا جدا كمان، ورقي وتطور في الأداء. أما الدوري المصري في النازل. وده ليه؟ علشان خاطر الأهلي والزمالك حاجتين عيب كبير جدا فيهم. أولا الاعتماد على اللعيبة الأجانب، وياريت تكون جايب لعيبة أجانب بمعنى كلمة أجانب، سواء أهلي أو زمالك. لأن أنت لما بتتعاقد مع لعيبة أجانب المفروض أن أنت بتجيب لعيب محترف أجنبي أفضل من اللي عندك، مش زي ده لازم يكون أفضل. فالاتنين للأسف مفيش لا هنا ولا هنا، اللهم إلا أليو ديانج وعلي معلول في الأهلي. لما تيجي تبص على اللعيبة اللي أنت بتشتريها مصريين اللي بتجيبهم من الأندية التانية، ولا لعيب منهم يساوي ربع الثمن أو ربع العقد اللي بياخده، ولا لعيب مفيش في الأهلي ولا في الزمالك. طب لما تيجي تبص للناشئين اللي من هنا واللي من هنا فرغوهم، يعني حتى الناشئين اللي طلعوا سواء من قطاع الناشئين بالأهلي أو قطاع الناشئين من الزمالك، إما إعارات
او بيع، محدش مستفاد منهم، اللهم الا الزمالك شويه، سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه وحسام عبد المجيد وسيد نمار. والاهلي كان عنده كنز، زياد طارق ومحمد مغربي والكذا لعيب وكريم الدبيس اللي اتشرى والناشئين دول وطلعوهم اعراض. حتى الاهلي لما اشترى من قطاع الناشئين اشترى 8 لعيبه من وادي دجله في قطاع الناشئين، ودي كارثه كبيره جدا جدا. لما نادي كبير جدا بحجم النادي الاهلي يشتري 8 لعيبه قطاع الناشئين، دي مشكله. بدل ما هو اللي بيطلع ويوزع على الانديه كلها، لا ده بيشتري. طب الفلوس اللي بتتصرف على قطاع الناشئين دي بتتصرف فين وازاي وليه؟ وفين المدربين اللي في قطاع الناشئين؟ وفين التطوير اللي هو المغذي الرئيسي للفريق الاول في اي نادي في العالم؟ فين؟ مفيش ولا لعيب دلوقتي. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا في قطاع الناشئين سواء في الاهلي او في الزمالك. اما اللعيبة الكبيرة فلما بتجيب لعيب كل تفكيره دلوقتي هجدد بكام، ما بينزلش يلعب بروح النادي اللي بيلعب له او بروح التيشيرت اللي بيلعب له سواء اهلي او زمالك. يعني في لعيبة محترفين اجانب في الاندية التانية افضل من محترفين الاهلي والزمالك مليون مرة وبياخدوا ملاليم، وفي لعيبة مصرية بتلعب في اندية تانية افضل من اللعيبة اللي موجودة في الاهلي وفي الزمالك وبياخدوا ملاليم. يبقى المشكلة فين؟ فلما تيجي تبص للجمهورين اللي بيعايروا بعض على الفيسبوك، اقول لهم بصوا في الاول للفريقين. الفريقين مستواهم في النازل جدا جدا جدا، ودي كارثة كبيرة جدا. سواء على الاندية، على مستوى الاندية لما بتروح تلعب بره بتلعب فرق تانية، او سواء على منتخب مصر. فانت هنا عندك مشكلة. فما تجيش دلوقتي بالنسبة لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك يعايروا بعض على الفيسبوك، وده يحفل على ده وده يحفل على ده. ما احنا بنحفل على بعض لما بنشوف هنا في الدوري المصري بنقابل اي فريق ونفرح فوزنا على المقاولين بالنسبة للاهلي، والزمالك فاز اتهزم من انبي او فاز على. اما تروح البطولة الافريقية او البطولة العربية او اي بطولة تانية تلاقي المستوى زفت لا يرتقي بالكرة المصرية اللي في النازل نظرا. او تبص لاي دوريات تانية تبص بيميزوا اللعيبة ازاي وبيجيبوا لعيبة فعلا لعيبة ازاي، وبيتطوروا قطاع الناشئين اللي عندهم وبيطوروا مستوى اللعيبة اللي عندهم والمدربين كله بيتطور. عشان كده بتشوف الدوري السعودي في الطالع، الدوري الاماراتي في الطالع، في قطر كمان الدوري المغربي وشفتم المغرب عملت ايه في كاس العالم. اما هنا في مصر لا، احنا بس بنتشطر على بعض على الفيسبوك، انا فزت عليك وانا فزت عليك، انا فزت على الفريق الفلاني والفريق الفلاني فاز عليك بس. اما نبص المشكلة زي مشكلة اللعيبة الاجانب اللي بتيجي تاخد فلوس عمالة على بطال والسمسرة، لا نبص للعيبة اللي ما بتلعبش بجنيه وكل شوية اصابات وشاطر بس يقول لك اجدد عقد بكام. لا، بص القطاع الناشئين اللي اتدهور سواء من الفريقين هنا او هنا اهلي او زمالك، لا مصاريف وكل عاوز فلوس وكل عاوز مرتبات ومفيش عطاء في الملعب ولا مستوى. كل مباراة الجمهور هو اللي بيطلع خسران سواء اهلي او زمالك. انا حبيت بس اطلع اتكلم مع حضراتكم النهاردة لان شفت حاجة غريبة جدا وحضراتكم ملاحظينها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي التحفيل. تحفيل على ايه؟ ده احنا الاتنين رايحين في مشكلة سواء اهلي او زمالك. باقي الاندية التانية بتلعب كورة افضل من الاهلي والزمالك دلوقتي، وفيهم لعيبة افضل من اللعيبة اللي موجودين في الاهلي والزمالك. فانا حبيت بس اقول لجمهور الاهلي والزمالك يا ريت نقف شوية ونبطل تحفيل، وكل جمهور يهتم بفريقه ويبعت رسائل قوية جدا جدا لفريقه واللعيبته علشان يفوقوا بالدعم للآخر مع كل فريق. يعني جمهور الأهلي مع فريقه للآخر لحد ما نشوف المسار هيتعادل ولا لأ، ونشوف لجنة الكورة ولجنة التخطيط ونشوف المسؤولين عن الكورة هيعملوا إيه. لأن مفيش حسابات دلوقتي، الحسابات في أول الموسم الجديد. نفس الأمر للزمالك
يشوفوا فريقهم ويشوفوا الدنيا رايحة فين بيهم، ويشوفوا المدرب ويشوفوا اللعيبة ويشوفوا اللعيبة اللي بتاخد فلوس عمالة على بطال. لازم وقفة من الجمهورين ويفكروا، لأن احنا بنقول لا للفتنة. اوعى أبدا أبدا الكورة تفرقنا من بعضينا. في النهاية أتمنى من حضراتكم عمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. كمان اشترك دلوقتي في قناة عادل الزنطة على اليوتيوب، واعمل متابعة ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل ما هو جديد وحصري. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.